أتحول إلى أبو سعود من السعودية. مرحبا بك أبو سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياكم الله. طبعا كلام الأخت أم محمد آلمني كثيرا، وخاصة عبارتها لبشار وهي تقول أبو عيون بريئة هلول الحقيقة. حقيقة أنا أقول الحقيقة هنا، أقول لا بد من اتباع كما يقول الشاعر: لو كان يحمل من هذا الورى ذكر لأصبح العرعور أول خلق الله في الذكر. نعم، اليوم الحسينيات تهاجم من قبل أحفاد العرعور المأبون. لماذا يا ترى تهاجم الحسينيات في سوريا؟ من المستفيد؟ هل هي الطائفية وضرب وحدة الشعب السوري وضرب العلويين والشيعة في سوريا وقتل السادة وقتل أبناء المراجع هناك وقتل وكلاء السادة؟ فقدنا قبل أيام رجل الدين الشيعي السيد في حوزة الزينبية. لماذا يا ترى تقتلون الشيعة؟ لماذا؟ هل هي هاي ثورتكم؟ ثورة تقلعون بها العيون والآذان وتهجمون بها على الحسينيات؟ هل هذه الثورة إنسانية؟ هل هذه الثورة شرفاء؟ والله يا أخي محمد أنكم أنجس الناس إذا اتبعتم العرعور. طيب دقيقة أبو سعود خلينا نتحاور شوي. يعني أنت عم تتباكى على شخص واحد قتل ولا يعلم من قتله، ربما عصابات الأسد هي من قتلته. طيب ماذا نقول عن 13,000 شهيد استشهدوا إلى اليوم؟ هذا الأمر الثاني، يعني تتكلم عن الشيعة، يعني تتهمون بالطائفية، والشيعة والعلويون ليس الجميع طبعا، ولكن عصابة الأسد ومن والاها إيران وحزب الله وعصابات المهدي وحزب الدعوة في العراق هم أول الطائفيون وهم أول المجرمون. ماذا تقول عن جنتي أو عن خاتمي الذين دعوا إلى الجهاد في سوريا لكي لا تقع سوريا في يد أعداء آل البيت؟ نعم، أتمنى أن يصحى الذين ذكرتهم ويعلمون أن العدو الحقيقي ليس أمريكا، بل هم النواصب الذين قتلوا الشهيد السيد ناصر العلوي الذي قضي على يد رصاص في الجماعة التكفيرية بجوار منطقة السيدة زينب في سوريا. من قتل هذا السيد؟ لماذا تقتلون الشيعة؟ لماذا تقتلون العلماء والمراجع؟ ومن قتل 13,000 مواطن سوري؟ هؤلاء الذين يتبعون. من قتل حمزة الخطيب؟ نعم، لو كنت موجود في سوريا لأبدتهم جميعا ولقتلت. نعم، لو كنت موجود في سوريا لأبدتهم جميعا ولقتلت. نعم، لو كنت موجود في سوريا لأبدتهم جميعا ولقتلتهم، لأنهم يتبعون شخص مأبون العرعور، يتبعون شخص طائفي يجسم الله، يتجاوز على رسول الله، يتجاوز على فاطمة الزهراء. تريدون منا أن نسكت لكم؟ تقتلون الشيعة في العراق وفي سوريا وفي مختلف مناطق العالم ونسكت لكم؟ لماذا يا ترى نسكت لكم؟ أنكم أنجس الناس وأنجس من الكلاب العاوية. لستم أطهار الناس كما تقول أم محمد. تقلعون العيون. نعم أنتم أنجس مشان هيك عم تقتلوا الشعب السوري بهذا الحقد، عندما تدوس الدبابة على رأس شخص أو عندما يذبح شخص مثل القاشوش وتقتلع حنجرته، بهذا الحقد وبهذا الإجرام. إذن أنتم لديكم فتوى بهذا؟ منصفا وقول ماذا يفعلون في البحرين القوات المالكة السعودية؟ ماذا يحدث في البحرين؟ لا يحدث أي شيء. المتظاهرون من الشيعة هم من يقتلون رجال الأمن في البحرين. تغمض عينيك وتكذب، أنت أعور، يا أما أن تعمى وأما أن تبصر. تريدون أن تصنعوا ثورة في البحرين أو في قطر أو في الكويت من لا شيء. لا يوجد ثورات هناك ولا يوجد أي شيء، وإنما هو عبارة عن تحريض طائفي بغيض واضح. وأنت شتمت الشيخ العرعور، وأنا أعتذر للشيخ العرعور، أنا لست من جماعته، ولكن أعتذر له عن هذه الشتائم. ولكن على الأقل هو شخص معتدل، وهو يحاور بالعقل ويناظر بالعقل وليس بالشتائم التي تشتم بها أنت.